يا مساء الفل، عاملين ايه؟ حد من اخواتنا الحلوين اللي بيتابعوني دايما بعتها بتسألني، بتقولي لو انا جوزي دايما بيتعمد ان هو يقلل مني ويقلل من ثقتي في نفسي، اعمل ايه؟ بصي يا روح قلبي، قبل اي حاجه انا اتكلمت معاكي في الموضوع ده قبل كده وعملت فيديو عن الموضوع ده قبل كده، ان ما تسمحيش لاي حد خالص ان هو يقلل منك او يقلل ثقتك من نفسك. طيب انا دلوقتي جوزي عمل كده وحاول ان هو يقلل من ثقتي في نفسي، او يحاول ان هو دايما يستصغرني او يقلل مني او الكلام ده كله. انا كان المفروض ارد اعمل ايه، او رد فعلي يبقى عامل ازاي؟ مبدئيا انت ما تسمحيش بده، لان دايما الكوارث الكبيره قوي بتبدا بحاجه صغيره قوي. ازاي الكلام ده؟ انا لو سمحت بده من اول مره هنكمل في ده على طول. ازاي؟ انا لو سمحت مثلا بانه مثلا يشتمني مره او يهني مره او الكلام ده، هيجي بعد كده طب ما عادي، ما هي كده كده ما خدتش رد فعل، فهكمل في الموضوع ده على طول. فاهمه قصدي؟ انا جوزي لو جه في يوم اداني قلم وانا خدت القلم وبعدها على طول قعدت اهزر واضحك والدنيا تمام، فهنيجي بعد كده بعد اول خلاف هاخد قلم تاني، الخلاف اللي بعده مش هاخد قلم، هاخد اتنين، عشان احنا اتفقنا ان كل حاجة بتبدأ بأول مرة. فاهماني؟ لكن انا من اول مرة لو خدت القلم ووقفت وقلت لا، انا مش هسمح ده ما يتكررش، وعملت قلق كبير جدا ان ده ما ينفعش، هيجي بعد كده لما يجي يفكر في ده هيفتكر اللي انت عملتيه، هيفتكر رد فعلك ان انت ما سمحتيش بده، فمش هيكرر ده تاني. نفس الوضع لو هو دايما بيتعمد ان هو يقلل منك، المكان اللي انت هتقلل مني فيه انا مش هبقى موجودة معاك فيه. سي مثلا احنا متعودين نبقى متجمعين مثلا عند اهله او عند والدته او كده، هيقلل مني قدام اهله، خلاص انا مش هاجي معاك عند اهلك تاني. ازاي؟ زي الناس، المكان اللي انت هتقلل من احترامي قدام الناس اللي فيه انا مش هتواجد معاك فيه تاني. بينا وبين بعض هتقلل مني، انا مش هقعد في مكان معاك، هبقى انا في جنب وانت في جنب. ما بقولكيش اتخانقي واعملي كارثه واشتمي وزعقي واعملي الحاجات الكتير، لا، انا بقولك خدي رد فعل حازم، عشان يعرف بعد كده ان ده ما ينفعش، عشان يعرف ان بعد كده ده غير مقبول منه. لكن انا لو عديت الكلمة الصغيرة هتكبر، وبعد كده هتكبر، وبعد كده هتكبر، ويبقى ده الطبيعي. اللي انت هتعدي بيه دلوقتي واللي انت هتستبسطيه دلوقتي واللي هتقولي اه عادي ده بيهزر وعديها، بعد كده هيبقى هو ده اللي انت هتمشي عليه بعدين. لو هو اتعود ياخدك مادة للاستهزاء فهيكمل على ده على طول، هتبقي انتي على طول طالعة على المسرح، على طول انتي نجمة القعدة. ويا ريت نجمة القعدة في حاجة كويسة، لا، نجمة القعدة ان انا عايزة اروش شوية، فيلا مين بقى اللي هتستحمل قرفي؟ لان طبيعي ان مفيش اي حد في الكون هيستحمل طولة لسانه خالص، محدش مجبر اصلا ان هو يستحمل طولة لسان حد تاني. انتي بما انك سمحتي بده واستحملتي ده وعديتي، ولما قال الكلمة السخيفة انتي عديتي وخلاص تمام والدنيا عدت، هيكرر ده. لكن انا من اول مرة حسيت ان جوزي فيها بيقلل مني وبيتعمد ان هو يصغرني ويتعمد ان هو يقلل من ثقتي النفسي ويقلل من احترامي قدام الناس، لا لو سمحت انا مش حابة ده. مش لازم تتكلمي قدام حد، لان هو طبيعي ان ما ينفعش تتكلمي قدام حد، بيني وبينه كده انا مش حابة ده، مش حابة طريقتك معايا، مش حابة التعامل معايا. لو سمحت زي ما انا بحترمك انت كمان لازم تحترمني، هي دي ما فيهاش نقاش خالص، لان اساس اي علاقة ما بين اتنين الاحترام. لو الاحترام راح كل حاجة بعد كده بتروح، كل حاجة بدون استثناء. اساس اي علاقة في الدنيا الاحترام، سواء بينك وبين اهلك، سواء بينك وبين جوزك، سواء بينك وبين ولادك، سواء بينك وبين اصدقائك، سواء بينك وبين زمايلك في الشغل. اي حاجة في الكون اساسها الاحترام. راح الاحترام كل حاجة بعد كده راحت، كل حاجة راحت. ودايما يبقى فيه مساحة ما بيني وما بين الطرف التاني. هيرد حد دلوقتي يقول لي هو في مساحة ما بين الراجل ومراته؟ اه، يعني انا اعتقد
ممكن تكون وجهة نظري تحتمل الصواب او الخطأ، ان لازم يبقى فيه مساحة. يعني ايه لازم يبقى فيه مساحة؟ انا ما بتعاملش معاك بالورقة والقلم، بس في نفس الوقت لازم يبقى فيه حدود ما بيننا، وده يمكن المعنى الادق من المساحة. لا، هو لازم يبقى فيه حدود ما بيننا. في ناس كنت دايما اسمعهم يقولوا ايه، ده جوزك يعني ما ينفعش يبقى فيه حدود ما بينكم. لا، هو عشان جوزي لازم يبقى فيه حدود ما بيننا، لازم يبقى فيه حد وليميت معين، ولا انا ينفع اتخطاه ولا هو كمان. انا لو تخطيت مثلا ليفل الاخلاق معاه او ليفل الاحترام معاه، وبدات ان انا اطول لساني، هو هيطول لساني، هرجع انا اطول لساني، هو هيطول لساني، ومن هنا البيت هينهار. طالما البيت فقد عنصر الاحترام هو انهار. لكن انا لو عملت ليميت معين انا مش هينفع اتعداه عند حد معين، خلاص انا هبقى عارفه حدودي، وهو كذلك. لو جينا عدينا الليميت ده في يوم، هيجي الطرف التاني يقول لا مش مسموح، انتي عديتي حدودك في 1 2 3. فبالتالي انا هقف وهفهم ان انا كده مش مسموح ليا ان انا اقول اكتر من كده. وهو كمان لو جيت عدى حدوده معايا مثلا وعمل كذا، لا معلش انت مش مسموح ليك ان انت تقولي كذا، او انا مش هقبل ان انت تقولي كذا. فبالتالي احنا حاولنا ان احنا نحافظ على العلاقة دي بقدر المستطاع، حاولنا ان احنا نحافظ على البيت وعلى الكيان وعلى الاحترام بقدر المستطاع. لان لو فقدنا الاخلاق والتعامل بالاحترام، هنفقد بعدها حاجات كتير قوي قوي. فانتي يا حبيبة قلبي ما تسمحيش ولا لجوزك ولا لاختك ولا لابنك ولا لاي بني ادم ربنا خلقه على وجه الارض ان هو يقلل منك. مفيش حد ليه فضل عليكي او ليه فضل في وجودك ان انتي تسمحي له يقلل من وجودك في الحياة. انت مش مسموح ليك، يعني افتراضية الموقف نفسها مش متاحة بالنسبة لي. تقلل مني؟ لا سوري، ما ينفعش، ما ينفعش. ما تقللش مني، ما تقللش من احترامي. انا بما اني مجبرة ان انا احترمك، انت كذلك مجبر. ومحدش يقول لي ده من باب الواجب او من باب لا، انت مجبر، مجبر. احنا مجبرين نحترم بعض. لكن هتحطني مادة للسخرية او مادة للاستهزاء، او هتطلعني على المسرح باللغة العامية، وابقى بقى الفاكهة بتاعت القعدة لما تحب تتسلى، لا مش هينفع، مش هينفع. اي مكان انت هتبقى متواجد فيه انا مش هبقى متواجدة فيه، احتراما لنفسي. معلش انا مش هقعد اهزق نفسي عشان حضرتك تتبسط مع انك ما اتبسطت. يعني انا هستفيد ايه لما انت تتبسط على حسابي؟ ايوه، عنك ما اتبسطت، عايز تضحك عنك ما ضحكت، مش لازم تضحك. مش بالنسبه لي حاجه مهمه انك تضحك اصلا، لا ما تضحكش. لو الضحك ده هيبقى على حسابي انا، لا. طب ما تضحك معايا بدل ما تضحك عليا، تصدق هتبقى الطف وهتبقى احسن وهتبقى اشيك. واحب اقول لك حاجه، يعني قولي المعلومه دي دايما لجوزك. طول ما انت هتحاول تقلل مني قدام حد على سبيل ان انت كده راجل، صدقني انت بتفقد رجولتك. لان كرامتي انا كزوجتك من كرامتك. فانت لو حاولت تقلل من كرامتي قدام حد، انت بتهين نفسك اصلا. يعني ده معناه ان انت انسان يعني ضيق الافق قوي، انت مش بتفهم كويس. يعني انا مش عايزه اقول مش بتفهم خالص، يعني نجيبها بالشياكه. انت كده مش بتفهم كويس، لان انت لما تقلل من مراتك فانت بين قوسين قللت من نفسك، لان مراتك وانت حاجه واحده. اذا انت بتقلل من نفسك. احترم مراتك، وانتي قبل اي حاجه احترمي نفسك، وحطي حدود ان ما ينفعش حد في المجره يتخطاها ولا يتعداها. انت ما ينفعش تقلل مني، ما ينفعش تصغرني، ما ينفعش تقلل من ثقتي من نفسي، ما ينفعش تتجاهلني، ما ينفعش تتعامل معايا على جانب التهميش خالص. انتي شخص مهم جدا 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 في البيت، وعلى هذا الاساس تتعاملي. لو هو ما تعاملش على لا، خدي وقفه واعملي زعلة وحسسيه ان انت قللت مني كتير، فانا مش مستحملة ده. ربنا يلم شمل بيوتكم ويهدي لكم الحال. وتابعوني، وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.